السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة خصصتها لعالم الجريمة من أجل العظة والنصيحة علشان ناخد عظة ونتعلم من أخطاء غيرنا. وتعالوا نشوف الجريمة اللي حصلت في حدائق المعادي في القاهرة. الزوج اللي كان بيشتغل موظف واتفق مع أخته إن هما الاتنين يجيبوا توك توك ويشتغل عليه بعد ما يخلص الوظيفة بتاعته. وصح الراجل كان بيخلص وظيفته ويروح لأخته ياخد منها مفتاح التوك توك ويقعد يلف بيه لغاية ما يرجع آخر الليل معاه 500 جنيه، يدي أخته 250 وهو 250، ويسيب لها التوك توك تحت البيت ويديها المفتاح وياخد بعضه ويروح على بيته. ولكن لما كان دايما كل يوم يروح البيت يلاقي مراته أسماء عاملة دايما مشاكل مع الجيران، وكل واحد يقعد يقول له تعالى شوف مراتك عملت ايه واتخانقت مع مين والمشاكل اللي بتقعد تعملها. فطبعا هو علشان خاطر يتجنب كل المشاكل دي قال لها بصي انا هروح الشغل كل يوم الصبح وهقفل عليكي بالمفتاح طول النهار، واي حاجة بقى هتجيبيها او عايزاها انا هقول لاختي عيشة ان هي اللي تجيبها لك وتنولها لك كل يوم من البلكونة بالثبت. وحصل حقيقي وبقى يروح الشغل وياخد معاه المفتاح، واتفق مع اخته عيشة وقال لها معلش كل حاجة تيجي تحتاجها من خضار او اي حاجة تناولها لها بالثبت من البلكونة. قالت له ماله يا اخويا مفيش مشاكل. وفي يوم من الايام عيشة وهي بتودي لها الخضار أسماء قالت لها ما تطلعي شوية نقعد مع بعض نتسلى شوية، أنا قاعدة متضايقة. قالت لها يا حبيبتي أنا معيش المفتاح والمفتاح مع جوزك، على العموم لما يجي بالليل أنا هاخد منه المفتاح وهجيلك بكرة. وحقيقي الزوج هنا بعد ما خلص الشغل وعدى على أخته واداها نص اللي بيسترزق بيه كل يوم، قالت له انا عايز المفتاح علشان خاطر ابقى اروح لمراتك اقعد معاها عشان خاطر بتبقى متضايقه. قال لها وماله انا معايا نسخه من المفاتيح، خدي نسخه اهي وتبقي روحي اقعدي معاها مفيش مشاكل. وحقيقي خدت النسخه وتاني يوم راحت قعدت مع اسماء هنا الرصيد بتاعها خلص من التليفون، وقالت لعيشه يا ريت ممكن بس تديني تليفونك اعمل بيه مكالمه. اديتها التليفون ودخلت المطبخ اتكلمت ومفيش مشاكل وقعدوا خالص وقعدوا مع بعض. ولكن عيشة بعد ما روحت التليفون بتاعها بيسجل تسجيل تلقائي. اكتشفت ان اسماء كانت بتكلم واحد اسمه اشرف وبتتفق معاه وبتقول له انا تعبانة وعايزاك ولازم تجيلي وكده. طبعا عيشة هنا استغربت مين اشرف دوت وازاي دي بتخون اخويا ويخش لها ازاي ويروح لها ازاي اذا كان اخويا اللي معاه المفتاح وانا معايا النسخة التانية ازاي بتقول له عايزاك ولازم تجيلي. استنت اخوها لما يخلص شغل ويجي لها اخر الليل، وبعد ما عدى عليها وبيديها اللي استرزق بيه قالت له خد تعالى انا عايزاك. قال لها في ايه؟ قالت له ادخل بس انا عايزاك. وراحت فاتحة الموبايل وراحت مسمعاه المكالمة اللي حصلت ما بين مراته وبين اللي اسمه اشرف. طبعا هو لما سمع المكالمة اتجنن، قال لها طيب ما تجيبيش سيرة لحد وانا عايزك بكرة تجيلي الشقة الساعة كذا بعد ما اخلص شغلي. وحصل حقيقي وتاني يوم عيشة راحت عندهم البيت ودخل الشقة بعد ما خلص الوظيفة بتاعته. ولما دخل طبعا اسماء هنا مستغربة هما الاتنين موجودين مع بعض. قال لها اديني الموبايل بتاعك يا عيشة، وراح فاتح الموبايل وراح مسمع اسماء كل المكالمة. طبعا اسماء هنا اتجننت وغصب عني ومعلش يا اخويا ومش هعمل كده تاني وانا حرمت، وايوه صح كان بيجيلي وبيعمل معايا علاقة كاملة احنا الاتنين وانا خنتك وحقك عليا وما تزعلش مني. طب كان بيجيلك ازاي؟ قالت له هو ساكن في الشقة اللي فوقينا ابن الست اللي فوق وبيجيلي وبيعدي عليا عن طريق المواسير من شباك المطبخ، بس أرجوك ما تطلقنيش وأنا غصب عني وعمري ما هعمل كده تاني وحقك عليا والكلام ده كله. قال لها خلاص أنا مش هعمل حاجة
أنا عايزك تكلمي لي أشرف ده إن هو يجي، بس بكرة الكلام ده تتفقي معاه وتقولوا له تعالى أنا عايزاك وجوزي مش موجود، ولو ما جيتش أنا هجيلك. وحصل حقيقي، اتصلت بيه تاني يوم وهو طبعا كان موجود في الشقة هو وأخته، وقالت له تعالى أنا عايزاك وضروري، ولو ما جيتش أنا هجيلك أنا، وزي ما قال لها جوزها بالظبط. وحقيقي حصل، وأشرف نط من المواسير من عن طريق شباك المطبخ ودخل الشقة. قال لها أنا عايزك تدخلوا بقى انتوا الاتنين كده، يعني بعد ما يجي تدخلوا أوضة النوم عادي خالص، وبعد ما يقلع أنا هدخل. وحصل حقيقي دخل، وبعد ما قلع خالص راح هو داخل عليه بماسورة وراح مهشم دماغه خالص، جاب أجله، موته خالص في إيده، وقال لها يلا بقى بالسلامة، انت كمان طالق، أنا مش هعمل لك حاجة ولا هموتك ولا هقتلك، بس يلا انت إيه طالق. اتصلوا طبعا بالشرطة بعد الصوات اللي حصل والدنيا اللي حصلت، وجت الجهات الأمنية. وهنا طبعا قال لهم إن أنا قتلته دفاعا عن الشرف، وإن هو كان بيقيم علاقة مع زوجتي وفي الشقة عندي في عدم وجودي، وزوجتي اهي هتقول لكم كل حاجة. واعترفت وقالت أيوة كان بيجيلي في غياب جوزي وكان بيقيم معايا علاقة كاملة. اتقبض عليها. وطبعا هنا الجريمة دي جريمة زنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقصك إيه هو عمل إيه علشان خاطر تخونيه وتعملي معاه كده؟ سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.